اهلا بيكم في كلام الهام. احيانا بنبقى داخلين في موضوع خطوبة او ارتباط الراجل يعني، ويكون مش عارف ازاي يجذب البنت اللي قدامه ويخليها يغريها بشكل معين، يعني ان هي تكمل معاه العلاقة دي وتبقى جواز وحياة واسرة سعيدة. خدوا بالكم، احنا هنتكلم النهاردة عن العلاقات المشروعة. لو استعملتوا التكنيك ده في اي علاقات غير مشروعة ده مش مسؤوليتي انا خالص. فالراجل بيكون محتاج ان هو يشد البنت اللي قصاده ويخليها تاخد بالها منه علشان يكملوا مع بعض مشروع الارتباط والخطوبة والجواز، لكن هو مش عارف بس ازاي يتدخل ويبقى متوتر جدا، واحيانا ده بيضيع منه فرص كتير لبنات كويسة ممكن يرتبط بيهم. انا في الفيديو ده هقول للرجالة على 5 حاجات يعملوهم علشان يقربوا اي بنت منهم ويجذبوها ناحيتهم بشدة. 1. خلي عندك ثقة ان انت تقدر تشد البنت اللي قدامك دي وتخليها تقتنع ان انت ممكن تكون زوج مناسب. الثقة في النفس اهم شيء في المواضيع اللي زي دي. الشخص الواثق من نفسه اللي بيتقدم بخطى ثابتة ناحية البنت وبيفتحها في موضوع زي ده، هو ده اللي بيخطف القلب وبيخليها عايزة تكمل معاه الموضوع. لكن الشخص اللي يبتدي بقى وهو ماشي يتكعبل ويقع على وشه بقى ومش عارف يقول كلمتين على بعض، الشخص ده لا يمكن البنت دي هتقتنع ان ده ممكن يكون زوج في يوم من الايام. مش ده الشخص اللي هي عايزة تكمل مع حياتها طبعا. هل ده معناه ان كل كلمة بتقولها وكل حركة بتعملها لازم تكون بيرفكت؟ لا، اكيد لا. لان احيانا بيحصل مواقف عفوية غصب عن الشخص ده، بيحصل اي حاجة تخليه يتحط في موقف محرج. هنا بقى بيفرق الشخص اللي عنده ثقة في نفسه وفارد نفسه كده، والشخص اللي جبان وخواف وبيرجع لورا خطوتين 3. الشخص الاولاني بياخد الموضوع على انه فاني وبيضحك وبيهزر. الشخص التاني بقى بيبقى عرقان وغلبان ومش عارف يقول كلمتين على بعض ويحس ان هو اتحرج، وممكن كمان ينسحب من المكان خالص لان هو حس باحراج شديد ويضيع من نفسه فرصة بنت ممكن تكون كويسة. حتى لو حصل اي موقف بايخ نعدي الموقف ونتدارك الحكاية بسرعة ونحسس اللي قدامنا انه شيء عادي جدا وان احنا بنضحك وبنهزر اهو. فهنا ده اثبات كبير جدا ان الشخص ده واثق من نفسه. 2. ما تخافش ان انت تعمل الخطوة الاولانية. احيانا كتير بيكون في راجل عجباه بنت معينة ونفسه جدا ان هو يتقدم لها علشان يخطبها، لكن مش قادر يعمل الخطوة دي، خايف جدا لحسن تصدني، لحسن تقولي كلمة بايخة، لحسن تكون مرتبطة بحد تاني. طول ما انت خايف عمرك ما هتقرب وعمرك ما هتكتشف الاجابات على كل الاسئلة اللي انت بتسألها دي. الحل الوحيد ان انت ما تخافش وان انت تقتحم الموضوع كده وترمي نفسك وتقولي الكلمتين اللي عندك، وساعتها هي هتشوف الكلام ده مناسب ليها ولا لا. والله لو كانت مرتبطة هتقولك، لو كان الاعجاب ده من طرف واحد هيبان جدا عليها، وممكن كمان هي تقول ان هي مش حاسة بنفس المشاعر دي ومش عايزة تكمل الموضوع ده معاك. ونبقى كده قصرنا على نفسنا خطوات كتير قوي ووقت كتير هناخده بقى ان احنا نقعد نلاحظ بعض من بعيد لبعيد، وان احنا نقعد نرتب ازاي ممكن نتكلم ونفتح المواضيع. هي كده نخبطها وخلاص، نوفر على نفسنا وقت ونوفر على نفسنا مجهود. والله كانت كويسة الحكاية ومشيت خير وبركة. البنت قالت اي عذر يبقى ده برضو حلو جدا، لان احنا وفرنا وقتنا عشان نروح بسرعة ندور على حد تاني. احنا مستعجلين عاوزين نتجوز بقى. 3. الشخص اللي بيفوز في لعبة الاغراء دي ويقدر فعلا يشد الطرف اللي قدامه اللي هي البنت يعني عشان يبتدي معاها حياة، الشخص ده لازم يعمل مجهود شوية. لازم يدرس البنت دي الاول كده ويشوف بتحب ايه، ما بتحبش ايه الحاجات اللي بتلفت نظرها، ايه الحاجات اللي بتنفرها. ده هيوفر عليه خطوات كتير جدا ممكن تاخد منه وقت كتير، لكن لما يدرس شوية كده البنت دي ويوفر على نفسه شوية وقت كده افضل كتير. دايما البنت بتحب تحس ان اللي قدامها ده فاهمها كويس جدا وفاهم احتياجاتها ايه وفاهم هي بتحب ايه وما بتحبش ايه. دي بتبقى نقطة مهمة جدا بتشد البنت ناحية الشخص ده. احساسها ان هو عمل مجهود علشان يوصل لها وعلشان يشوف هي معجبة بايه او مش معجبة بايه، ده بيخليها تلقائيا تتشد دي وتبقى عاوزة تقرب منه، لان هو عمل مجهود عشانها، حسسها ان هي مهمة بالنسبة له وان هو خد من وقته وكمان بذل مجهود علشان يحاول يقرب لها ويوصل لها. دي في حد ذاتها نقطة كويسة جدا بتخليها تتشد ناحيته. 4. الصراحة والوضوح. خليك صريح جدا وواضح جدا في محاولتك ان انت تقرب للبنت دي. خليها تعرف ان انت فعلا عاوز تقرب منها وان انت بتحاول تغريها علشان تدخل معاك علاقة زواج.
واسره وبيت بقى وحاجات كده، خليها تحس بده. طالما انت مش هتتعدى اي حدود في الكلام ولا هتعدي اي خط احمر في محاولاتك ان انت توصل للبنت دي وتعبر لها قد ايه ان انت معجب بيها وعاوز تقرب منها. الصراحة والوضوح في المواضيع دي بنت بتفسرها على انها جرأة من الراجل. اي بنت بتحب الشخص الجريء المقتحم كده، مش الشخص اللي واقف على الشط وبيبص من بعيد، لا، هي عاوزة حد يقتحم حياتها ويجرجرها، ايوه يجرجرها لعلاقة الزواج دي. لان من كتر ما البنات بتشوف دلوقتي التجارب الفاشلة بقت تخاف جدا ان هي تقرب من الموضوع ده وبتبعد عنه جدا. لكن لما تلاقي الشخص المناسب اللي واضح وصريح وجريء وبيعمل مجهود عشانها، اكيد اكيد هتقرب منه وممكن جدا تكمل معاه علاقة الخطوبة والجواز دي. 5. نغمة الصوت. بنلاحظ كده لما يكون راجل مشدود لبنت معينة تلاقيه وهو بيتكلم معاها صوته بيوطى شوية، النغمة بتاعت صوته بتوطى، وبيكون صوته دافي كده وبيحاول يوصل لها الكلام بطريقة هادية ولطيفة، عكس ما يكون بيتكلم مع اصحابه بقى وصوته جايب للشارع اللي وراهم يعني. وكذلك برضو البنت بتلاقي الصوت بقى رفيع وجميل وهادي كده ونغمة الصوت وطيت خالص. ده دليل كبير جدا على الاهتمام وعلى ان الشخص ده فعلا بالنسبة لك لمس حتة كده في قلبك. فحاول بقدر الامكان وانت بتتكلم مع البنت اللي عاوز تقدم لها ان نغمة صوتك تكون هادية وواطية وماشية على رتم واحد كده، مفيش بقى مفاجآت في الصوت. دي بتخلي البنت في حالة ريلاكس كده وبتستمع كويس جدا لكل كلمة انت بتقولها، وتبقى عندها استعداد رهيب ان هي في الوقت ده توافق على اي كلام انت بتقوله. هنا بقى فرصتك عشان تعرض عليها الجواز. واتمنى ان انا كنت فدتكم، واي حاجة قلتها دلوقتي ساعدت ولو واحد فيكم بس ازاي يتصرف مع البنت اللي عاوز يتقدم لها ويخطبها. واستنوني في الحلقة الجاية من كلام إلهام.